حاجة تانية برضو الناس سألتني عليها يعني. في حد بيبقى عنده جهاز لابتوب لينوفو. الجهاز كان سليم جدا وكويس جدا ومفيش أي حاجة، والراجل قفله كويس على خير. وبعدين جه بعد أسبوع يفتحه، بس لقى اللمبة يا دوبك بتنور، لمبة الباور، والجهاز ما بيقومش. حتى لقى اللمبة دي ممكن تنور من أي مفتاح، في مفتاح تاني بتنور من اللي هو مفتاح الشيفت، ولمبة الباور ما بتنورش والجهاز ما بيقومش خالص. طبعا ده بيكون عيب يعني، يعني ممكن ما حدش يصدقه، خصوصا في الجهاز اللينوفو، اللابتوب اللينوفو. ده بيبقى مشكلة، ان الكيبورد نفسها بتبقى عايز تغير. يعني حتى الكيبورد لو انت محافظ عليها وجديدة وشايفها سليمة قدامك، لا، في اللينوفو لها وقت معين، يعني سبحان الله، هي لها وقت افتراضي ممكن هي تكون باظت الكيبورد، فهي اللي عاملة المشكلة دي. مجرد ما الكيبورد بيتغير بيرجع الجهاز يشتغل تاني، مفيش اي مشكلة. دي احدى الاكبر المشاكل المنتشره في جهاز اللينوفو بالذات يعني. ممكن بقى بيبقى في عيوب تانية بقى، زي ما تكون مثلا لو انت مش موصله بالكهرباء، ممكن تكون البطاريه هي عايزه، البطاريه فاضت. آه، او ممكن تكون البطاريه مثلا مكانها في اتملحت، ممكن عايز تطلع البطاريه ويتنضف مكانها كده وترجع تركب تاني. بس طبعا الفك والتركيب ده عايز متخصص برضه، عايز فني، مش ما ينفعش حضرتك تعمله، عشان برضه المحافظه على سلامه الجهاز اللابتوب بتاع حضرتك يعني.